بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حوات إخواتي وحبايبي وعائلتي وأصحابي، شنحويكم؟ إن شاء الله يا ربي دايما في الصحة والعافية. إن شاء الله يا ربي يكون نهاركم نهار اثنين تعدى مزيان، تعدى حلو، تعدى كله بالخير، ويتعدى كله بالذكر وبالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله. اليوم إن شاء الله بإذن الله عنا وصفة ممتازة جدا، وصفة بنينة، وصفة حلوة برشا وقتوه هذي نحبوه كبار وصغار. وصفة ما فيها شيء، ما تطلبش عليك الوقت أختي. في ساعة تحضر وما تاخوش عليك الوقت بإذن الله. شنو نستحقوا من لي زانغريديون متاعها؟ معناتها المقادير متاعها سهلة ومتوفرة في كل بيت بإذن الله. يلا تبعوا الخطوات بإذن الله، تنجح معكم أي غسيت مع أميرة. ونحبكم في الله ونحبكم برشا 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 برشا. تنسوش الاشتراك بتاعكم واللايك والتعليق الحلو يا أرقى وأجمل وأحلى العائلات على قلبي. يلا نبدأ على بركة ربي. شعلنا أخواتي، عنا 4 كيبات عظم، 4 كيبات عظم نخرجوهم، ولا 4 كعبات بيض باش يفهمونا أخواتنا. نخرجوهم قبل بالوقت من الفريجيدير باش يبداو في حرارة الغرفة بإذن الله. وعنا واحدة سكر فاني كيما هكا، وواحدة خميرة حلويات بطبيعة الحال. هذوما الأساسيات نتاع أي نوع جاتو. وعندنا الياغورت نتاعنا فاني. اختي كان تحب تعملها بالفاني، نكهة فاني، يا مرحبا. تحب تعملها بنكهة البنان كيف كيف، يا مرحبا. تحب تعملها بأي نوع نكهة ميسالش ما يقلقش أختي. أنا نعرف ما تبنيتي شنو يحبوا الفاني، ديما نعملهم بنكهة الفاني. وعنا بالياغورت هذيا باش نكيلو بطبيعة الحال الفارينة نتاعنا. بطبيعة نكيلو 3 فارينة بالياغورت نتاعنا، ونكيلو 2 سكر، 1.5 سكر، 1 سكر، انت وش تحب حلاوتها بطبيعة الحال. وبها هي باش نكيلو زيت نباتي، واحدة بركة زيت نباتي بإذن الله. وباش نزينوها بالشوكولاتة البيضة البنينة اللي ريحتها بنينة برشا وحاجة مزيانة وحاجة معناتها حلوة برشا. يلا خليكم معايا باش نبداو في المرحلة متاع تحضير الكيك متاعنا. يلا ما تنسوش الاشتراك متاعكم واللايك والتعليق الحلو يا أحلى وأجمل وأرقى العائلات، عائلات محترمة جدا. نحبكم برشا ونحبكم في الله. يلا ابدأوا معايا خطوة خطوة. معناتها حضروا المقادير متاعكم وابدأوا معانا. يلا مرحبا بكم. يلا حبيبي، اول ما حطينا 4 كيبات عظم ولا 4 بيض، وحطينا عليهم كعبة الياغورتة هذيك بطبيعة الحال باش نخدموا بها الجاتو متاعنا. وحطينا واحدة سكر فاني بطبيعة الصفورية متاع العظم اللي هي صفورية البيض، باش تتنحى الصفورية وتبدا ريحة الجاتو بنينة وفاوحة كيما نتوما. تنجموا تحطوا عليها برشا متاع البرتقال زاد كيف كيف تاع البرتقال، تبننها وتنكهها وتعطيها لون مزيان ورونق مزيان بقدرة ربي. انتظروا، طلبوا منا اخواتنا باذن الله. نعاود لكم الغسيت والمقادير نتاع خبز الجاتو بالبرتقال اللي هي بالبرتقال باذن الله، راح نعاودها وراح تشوفوها ممتازه جدا 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 جدا. تبعوا المقادير وتبعوا الخطوات باذن الله، تنجح معاكم اي نوع كيك باذن الله. يلا نحبكم في الله. توا باش نركضوها بالباتر تاعنا بطبيعه الحال، هذا هو الباتر تاعنا باش نركضوها. خليكم معايا خطوه خطوه، ما تنسوش الاشتراك نتاعكم واللايك والتعليق يا احلى واجمل عائلات والمشاهده الكامله. ونحبكم برشا ونحبكم في الله، ما تنسوش الاشتراك. توا حبيبي ركضناها بالكدا بالكدا، خلطنا بالكدا العظم، ركضناه بالكدا بالكدا، خليناه لين عمل فقاعات هذوما. وبطبيعه الحال ركضنا معاه كما قلت لكم سكر فاني وكيبه الياغورت. توا اخواتي باش نحطوا السكر متاعها خطوه خطوه، خليكم معايا باذن الله. تنوريكم كيفاش باش نحط السكر. نحطوا 2، تحط 3، تحط واحدة، انت حرة اختي في المذاق متاعها وفي الحلاوة متاعها بإذن الله. يلا تبعني خطوة خطوة، متنسوش الاشتراك. يلا اخواتي بسم الله. حطينا السكر، كيلنا 2 معناتها وحدات سكر بالياغورت هذايا، كيلنا بها السكر متاعنا. توا باش نركضوا السكر بالكدا بالكدا، ما نخليوهوش في وسط العظم يتحثرب. يلزمنا نذوبوا السكر مليح 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 يا اخواتي. واستحفظوا على خبز الجاتو نتاعكم بتجيكم بنينه وتجيكم روعه برشا. يلا اقعدوا معايا توا باش نخدم السكر مع العظم والياغورت والسكر فاني، واقعدوا معايا ما تنسوش الاشتراك. يلا اخواتي باذن الله تبعوا الغسيت تنجح معاكم اي مقادير، ونحبكم برشا ونحبكم في الله. اقعدوا معايا اخواتي.
بسم الله. يلا خوتي ركضنا بالكدا السكر كما قلت لكم، ما نخليوش يتحضر في وسط الجاتو، لازم يذوب مليح 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 في الجاتو. وتوا كايننا بالياغورت هذه بطبيعه الحال الزيت نتاعنا نكايلو بالحكار نتاعها الياغورت هذه. بسم الله كيما هكا، بسم الله نكايلو الزيت نتاعنا، بسم الله كيما هكا باذن الله. توا باش ندخلوا الزيت في وسط العظم وفي وسط السكر وحل النكهات اللي حطيناهم الكل. تنجم اختي راهو الزيت تعوضوا بالزبده ولا تعوضوا بالسمن، انت حره اختي كيفاش انا نعطيك الوصفه وانت عليك بالانجاز، وان شاء الله يا ربي يعطيكم الخير والخمير من عنده يا ربي. يلا توا باش نخلطوا الزيت بالكدا بالكدا، وباش نحطوا الفرينه نتاعنا هذيا نغربلوها قبل ما نحطوهاش ديريكت هكاكا، لازم نغربلوها ونغربلو معاها واحده ساشي نتاع خميرة حلويات. توا باش نعملوهم مع بعضهم ونوريكم خويتي كيفاش المقادير نعملوهم. نكايلو بالكعيبة الياغورت 3 وحدات فرينة، 3 وحدات هو الدقيق الابيض باش ما خويتنا يفهمونا، الدقيق الابيض ومعاه وحيدة خميرة حلويات. يلا اقعدوا معايا خويتي باش نكملوا الوصفة مع بعض، متنساوش الاشتراك. يلا بسم الله يا خوتي. توا حطينا كاينه 3 وحدات ياغورت فرينه اللي هو الدقيق الابيض، كايناها بالياغورت هذه يا خوتي، كاينه 3 وحدات نتاع فرينه، وحطينا ساشي نتاع والا شكاره الخميره الحلويات، غربلناها بالكل شيء ما نحطوهاش ديريكت، يلزمك تغربلها باش تنحي لها كنديلي في وسط الفرينه، ماك تعرفوا الفرينه على بعضها لازم ديما معناتها تنفسها، احنا نقولوا باش تجيك الكيك نتاعك رطبة وتجيك ناعمة بإذن الله. وبطبيعة الحال لازمك كيف كيما عملت الفرينة لازمك تعمل خميرة الحلويات، لازمك تغربلها بالكدا بالكدا. يلا توا خواتي باش نركضوهم مع بعضهم وذوقوا البنة وذوقوا الرونق المزيان وذوقوا الحاجة المزيانة. يلا توا باش نخلطوها مع بعضها بإذن الله خطوة خطوة، خليكم معايا يا أحلى وأجمل خوات. سمي بسم الله تويكا باش نبداو بإذن الله. بسم الله سامحونا، بسم الله بسم الله كما هكا باذن الله. تبعها الغسيل تنجح لك باذن الله، وصغارك يحبوها، نجم تاخذها فطور الصباح، نجم العشيه الكوتي نتاع صغارك يجيو من المكتب نتاعهم باذن الله تعجبهم وتنول خاطرهم. وزيدوا ما عندك نزينوها باللي موجود باللي عندك في الدار، زينها بالشوكولاته باي نوع شوكولاته، بالاي حتى بالشهور اختي هو الشربيت كيف كيف مش مشكل ما يخالفش، باللي عندك يزي فيه الف بركه. يلا خوتي طب باش نحضر الفرينه نخلطها مليح مليح ونحطوها في القالب نتاعها ونوريه لكم، ونحطوها تحضر وتطيب في الكوشه حوالي 4 دراج، معناتها حوالي 20 دقيقه باذن الله على درجه 180 درجه. من بعد بطبيعه الحال ما نحلوش عليها بالكل حتى لين تخرج ريحتها بالكدا وتفوح ريحتها وتفوح ريحه الفاني باذن الله. وقتها تعرفها راي حضرت الكيك نتاعك وخرجها وتاكل صحه وبالشفاء. يلا اقعدوا معايا لكملة الوصفة نتاعي بإذن الله تعجبكم تنور رضاكم بإذن الله. متنساوش الاشتراك نتاعكم ونحبكم برشا ونحبكم في الله. يلا خواتي اقعدوا معايا لكملة الوصفة. حبيبي الحمد لله ركبناها بالكدا بالكدا الفرينه دخلناها بالكدا مع العظام. شوفوا القوام خواتي لازم يكون هكا قوامها الكيك، هذه هي القوام الناجح، ما تزيدش ما تنقصش منها حتى شيء. المقادير نتاعها باذن الله تنجح معكم كما هكا نوري فيكم. هذا هو القوام اللي حاشتني به باذن الله. يلا توا باش نحطوها تحضر في الكوشه وبقدره ربي تعجبكم وتنول خاطركم وتنول رضاكم. تنسوناش بالاشتراك، وبطبيعه الحال ادخلوا وتفرجوا في قناتي ممتازه جدا، قناه طبخ، قناه عائليه بحته باذن الله اللي هي يوميات اميره في المطبخ. ونحبكم برشا يلا اخواتي ونحبكم في الله. تنساوش الاشتراك نتاعكم. يلا طب باش نحطوها تحضر في الكوشه وتطيب وبقدره ربي نوريها لاخواتي باش نزينوها كما قلت لكم بالشوكولاته البيضاء. يلا اقعدوا معايا اخواتي كيما هكا حبيبي. حطيناها في القالب نتاعها باذن الله ودهنا القالب بشويه زيت، تحب تدهنوا بالزيت تحب بالسمن تحب بالزبده انت حره اختي، ولا تنجم تحط له زيت وشويه فرينه كيما انت مستنسه. اعمل ما في دويرتك باذن الله. يلا تو باش نحطوها تحضر وتجيب قدرة بنخرجوا شويه الهوالي منها كيما هكا نعمل لها
بالضبط هكايا باش تخرجك الهواء وتخرج معناتها هشوشة وبنينة وتعطيكم النكهة المزيانة برشا كيما هكا نوريكم فيها هي أحلى وأجمل خوات. يلا بسم الله تو نحطوها نسخنوا الكوشة بإذن الله ونحطوها تحضر وتجيب وتاكل أبن كيك بإذن الله من يدياتك ولا من يديات أميرة. إن شاء الله ربي يحفظكم ويبقيكم وإن شاء الله يحفظ يا ربي كل أم يا ربي. إن شاء الله يا ربي يعطيها طولة العمر ويعطيها دايما الصحة والعافية بإذن الله. يلا ما تنساوش الاشتراك وقعدوا معايا لكمية الفيديو كي تحضر نوريها لاخواتي ونحبكم برشا ونحبكم في الله. يلا اقعدوا معايا اخواتي لكمية الفيديو اللي هي كيك فاني بنكهة الفاني بإذن الله راح تعجبكم وتنول اعجابكم وتنول رضاكم. يلا اخواتي ما تنساوش بالاشتراك متاعكم. يلا حبيبي ما شاء الله خرجت الكيك متاعنا كيك البنه والريحه الفاوحه متاع الفاني ما نحكي لكمش يا البنات ما شاء الله بنه على بنه ونكهه على نكهه. يلا تو نخلوها تبرد شويه ونخرجوها من القلب ونزينوها باذن الله راح تعجبكم ونحبكم برشا. يلا ما تنساوش الاشتراك وشجعوني وان شاء الله ربي يحميكم ويحفظكم. ما تنساوش الاشتراك متاعكم. يلا حبيبي ما شاء الله حضرت الجاتو نتاعنا ما شاء الله عليك الريحة والبنة والنكهة ما شاء الله ربي يبارك ويزيد على خيرك وثمارك يا ربي. كيما هكا نوري فيكم هذه هي خبز الجاتو اللي يحبوها الصغار ويحبوها الكبار ويحبوها ابائنا واجدادنا وامهاتنا. ان شاء الله تعجبكم بطبيعة الحال وان شاء الله ما تنسونيش كالعادة بالاشتراك نتاعكم. كيما هكا نوري فيكم قربنا الزوم كيما هكا ما شاء الله ان شاء الله تعجبكم يا ربي. زيناها كيما قلت لكم بالشوكولاته البيضه وعملنا لها كيبات زوزه وزيناها بحاجات هكايا نتاع صغيرات اللي يحبوها وتعجبهم ونكهه مزيانه برشا. يلا حبيبي نخليكم توا مع اجمل تصويره ومع اجمل كيك فاني بامتياز بنكهه الفاني بامتياز باذن الله تعجبكم وتنول رضاكم وتنول خاطركم. يلا شرى ليلتكم زينه ونحبكم برشا وان شاء الله يا ربي تكون الفيديو متاعي عجبكم ونال رضاكم. وان شاء الله يا ربي سامحوني مع القناة متاعي يوميات أميرة في المطبخ تعجبكم وتدخل الديار الكل وإن شاء الله يا ربي تنور رضاكم. ما تنسوناش كالعادة بالاشتراك وانتظروا منا أجمل وأحلى وأطعم وصفات في المالح والحلو ونحبكم برشا ونحبكم في الليل. يلا ما تنساوش الاشتراك لأجمل وأرقى وأحلى العائلات. هذه هي خبزتنا اليوم خبزة العادة والعوايد خبزة البنينة الخفة حاجة خيالية بإذن الله. يلا جربوها واعملوها واكتبوها في التعليقات بتاعكم قولوا لي جربتوها ولا ما زلتوا بإذن الله تجربوها أولادكم راح يحبوها كثير 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 جدا. يلا اخواتي نخليكم مع بقدرة ربي انتظروا غدوة اجمل وصفة جديدة باذن الله. يلا بسلامة اخواتي بسلامة ونحبكم برشا متنساوش الاشتراك بتاعكم بسلامة. نخليكم مع اجمل وصفة خبزة كاتو بالنكهة الفاني بامتياز من ايدين شيف اميرة. يلا بسلامة اخواتي بسلامة متنساوش الاشتراك بتاعكم بالطبيعة نحبكم برشا.